ادي الكسكسي اللي هو الفلاحي الجميل البلدي اللي على اصوله، وادي طبق الشوربه العسل، وادي شويه لحمه بقى زي بتاعه الطباخ واحسن كمان. ما شاء الله على الغدا وعلى جماله، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا بقى الكسكسي الحلو بقى، شوفوا ما شاء الله على جمال الاكل اهو. وادي شويه شوربه، وادي طبق اللحمه. اذا عجبكم الفيديو وعجبكم شكل الاكل كده، خشوا بقى تتفضلوا معايا وتشوفوا معايا المقادير، وما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك كده وتظبطوا لي القناه. خشوا بقى شوفوا المقادير معايا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. النهارده بقى بصب عليكم احلى صباح، صباحكم زي العسل، صباحكم كده قمر ان شاء الله. النهارده هعمل معاكم شويه كسكسي فلاحي فلاحي ان شاء الله، شويه كسكسي بقى على اصوله، احلى شويه كسكسي ممكن تاكليهم اهو. دي شويه دقيق اهو، حبه ملح، حبه سكر اهو. ادي الملح اهو، وادي شويه السكر. خلاص هي كده بس المقادير بتاعته من ابسط المقادير واسهل المقادير. طول ما في بيتنا دقيق هتلاقي البيت دايما مسطور، والله مسطور. ليه بقى؟ اي حاجه عايزاها في ثواني تطلع شويه دقيق، تقوم عامله قرصتين، عامله شويه عيش شامي، عامله اي حاجه. الدقيق في البيت فعلا، البيت من غير دقيق حاله بيضيق، والله حاله بيضيق اهو. هتقلي بس المكونات ده كده اهو، الملح مع السكر. خلاص كده خلصت اهوت. هتقومي بقى ايه عامله اللي شويه لبن شويه ميه براحتك بقى. في ناس بتعمله بلبن، في ناس بتعمله بميه. انا حاطه شويه ايه ميه على شويه لبن، عاملاها ميكس كده يعني. وهتقومي تسمي الله كده ما شاء الله اهو. شوفي اهو كده اهو. انا عايزه رش، انا عايزه رش مش عايزه كب. رش الدقيق كده اهو، عايزاه زي حبات الايه الرمل. ما شاء الله اهو. من اسهل الحاجات اللي بتتعمل هي الكسكسي دي اهي، جميله والله العظيم. شويه كسكسي فلاحي بقى، فلاحي فلاحي يعني اهو. بصي ايديكي كده اهو، وعايزاكي ترشي الميه او اللبن حبات حبات كده، مش نكبه كتير لا اهو. هاخد كده اهو في الطبق معايا كده اهو. شوفوا ما شاء الله تبارك الله اهو، حبات صغيرين كده. والله سهل سهل خالص ما شاء الله. شويه بقى لحمه، عاملين لحمه، عاملين بط، عاملين فراخ، عاملين اي حاجه. وفي ناس بتاكلوا مسكر بقى، بتعملوا ايه بقى؟ بتقوم جايبه سكر بودره ورش عليه وزبيب ومكسرات وتاكلوا، والله بيبقى جميل برضه. كل الايه هو بيبقى متاح في كل حاجه اهو. اهم حاجه شوفي البس ده، بسه اهم حاجه اهو. ما شاء الله على شويه الكسكسي الفلاحي الاصيل اللي طالع بقى من عندنا من كفر الشيخ وبس، كفر الشيخ وبس اهو. ما شاء الله تبارك الله، من احسن الاكلات المصريه اهي. خلاص كده اهوت، انا خليت الكسكسي اهوت ما شاء الله. شوفوا اهو كده زي حبات الرمل كده، بالميه وحبه اللبن او بميه بس زي ما انت عايز. في قدامك بقى طريقتين علشان ينزل معاكي ناعم. اعمل ايه؟ يا اما عندك غربال او منخل حلو زي ده، يا اما تضربيه في الكب. انا هوريكم الطريقتين، والطريقه اللي تعجبكم اعملي بيها. شوفوا ده اهو، ده هو اهو. بصوا بحط في الغربال، انزلي بالغربال كده اهو، بينزل والله جميل برضه. هوريكم دي وهوريكم دي. وادي الصينيه دي شيلها معايا كده اهوت يا رحمه اهي. بصوا ده الغربال اهو، بنزل بالغربال اهو. شوفوا بينزل سهل خالص اهو. شوفوا شوفوا يا ولاد، ده هو شغل غربال، ده هو شغل غربال ما شاء الله. شوفوا طالع عامل ازاي، ناعم وزي العسل اهو. لسه ما خلصتش اهو. وبدايه بقى كده، شوفوا بدايه ينزل زي حبات الرمل كده عسل اهو. وايديكي كده اهو، شويه كسكسي بلدي بقى فلاحي فلاحي يعني اهو. ده اهو شوفي ده غربال. ما عندكيش بقى غربال ومش هتعرفي اصلا تعملي بالغربال، هوريكي بقى طريقه تانية سهله خالص. هتعمليه ترشرشيه بحبه الميه وحبه اللبن وحبه الملح، وتقومي بقى ايه عاملاه في الكبه، هينزل معاكي برده جميل. بس انا بقى واخده على الطريقه دي اللي هي بتاعت الغربال ده اهي، لان احنا هنا بقى فلاحين بقى واخدين على كده، احنا هنا واخدين على كده. شوفوا بينزل ازاي، عاملين ايه. شوفوا يا ولاد جمال شويه الكسكسي اهو. شوفوا ما شاء الله اهو، حبات رمل كده اهو. هوريكم بقى الطريقه بتاعت الكبه. بقوم شايله حبه كده اهو،
واخده حبه من هنا نفس الطريقه اهو. هوريكم ده واوريكم ده، والاسهل واللي انتوا تعرفوا تعملوا مشوا فيه اهو. ادي الكبه اهي، وبقوم ايه ضرباه في الكبه مرتين، حطاه في الكبه وضرباه في الكبه، وبعد ما ضربته من الكبه اهو كده، بعد ما ضربته ايه في الكبه اهو. شوفوا ما شاء الله اهو، دي شغل كبه ودي شغل ايه على الغربال. ونزلي بقى شوفي انت حابه تعملي ايه واعملي. ما شاء الله الفكرتين احسن من بعض، فكره الكبه وفكره الغربال على الايد اهو. ما شاء الله شوفوا بيطلع والله العظيم عسل، شويه كسكسي عسل. انا هوريكم الخطوات المراحل بتاعته، انا عملته ازاي وهعمل ازاي وهطيب ازاي واهو. شوفوا ما شاء الله على جماله اهو. كل ده مع الايد كده بيقوم نازل اهو. شوفوا اهو بداكي بس كده اهو، بداكي اهو كده. في ناس بتنزل من الكبه على الصينيه على طول، لا لازم يا حبيبتي حتى لو عاملاه في الكبه نعمليه كده اهو، فرفريه لازم يتفرفر عشان ينزل بقى ايه حلو كده مش مكتل. وانا بقى بديله طياب مرتين على النار، بنزله على النار مره واخليه يغيب مثلا ساعه الا ربع واطلعه تاني واظبطه كده اهو بحبه ميه ولا بحبه لبن وارجع اطيبه تاني. هوريكم الطياب بتاعه. خلاص اهو تشوفوا اهو ما شاء الله، ما فيش اسهل من كده ايه شويه كسكسي عسل. وبالغربال اهو كده اهو. جمال ايه جمال وحلاوه يا ولاد اهو، حمار وحلاوه يا بطيخ اهو يا ولاد. شوفوا الحلاوه، شوفوا حلاوه الكسكسي يا ولاد وجماله اهو اهو. سهل خالص اهو كده اهو، بدك كده اهوت في ثواني اهو كده اهوت اهو. الايد اسهل من اي حاجه اهو. زي ما انا وريتكم الحبه بقى الصغيرين دهوت ما بسيبهمش، بتنيني وراهم لما بنزلهم كده اهو كده اهو. وهوريكي بقى المراحل بتاعت الطياب بتاعته. ما شاء الله عليه بقى تكليه جميل، شويه كسكسي جميل كده. شوفوا خلاص ما عادش، ما فيش اسهل ولا احسن من كده. هو بقى ليه حله كده بيطيب فيها ما شاء الله عليه بيبقى جميل والله. تاكليه كده طعمه، انا ما بحبش الجاهز بصراحه، ما بحبش طعم الجاهز خالص اهو. شوفوا بقى كده، شوفوا البتاع عشان نازل المشوي عامل ازاي اهو. ما شاء الله على جماله. شوفوا اهو حبات رمله اهو يا ولاد اهو. شوفوا اهو جميل اهو اهو كده اهو. خلاص هوريكم بقى وانا بطيبه كمان. خلاص كده انا خلصت معاكم طريقه الكسكسي خلاص كده كله اهيت ما شاء الله اهي. خلاص اهو هبدا بقى ايه اقوم معلقه على الحله. علقت على الحله اهوت فيها ميه بس، ميه بس اهي. ادي الميه اهي بتغلي، هنزل عليها شويه ملح، شويه ملح كده اهو، شويه ملح صغيرين اهو في الميه كده اهو. واقوم بقى ايه نازله بالحله مظبطه الوجه اهي. بصي الايد على الايد عشان ايه البخار يطلع لفوق. خلاص كده. واقوم حاطه حل بتاع سكينه بس كده اهو، اي حاجه قديمه عندك كده وسكاكين كده اهو. ليه بقى فايده السكينه ايه؟ ترفع القماشه ما تتبلش وتعرق ميه جامد وتبوظ الكسكسي، لا اهي. وتقومي بالقماشه كده اهو في النص كده ما شاء الله كده اهوت اهي. وتقومي بقى ايه نازله بالايه بالكسكسي يطيب على طول اهو. خلاص كده اهي. حطيت القماشه والحله بتغلي. شوفوا بقى الكسكسي اهي، تنزليه بقى تفرفري كده ما شاء الله. فرفري بقى كده اهو في الحله كده اهو، بيطلع قسما بالله عسل عسل كده. شويه كسكسي مسكرين اهو. وتقومي بقى ايه مغطيه عليه وتقومي سايباه اهو. خلاص اهو كده الكميه اهوت اهي. شوفوا تنزلوا بقى بالكميه بحالها كده اهو اهيت. وتقومي بقى ايه مغطيه عليه وسايباه بقى ايه كده اهو. شوفوا اهو ياخد بقى ويدي مع بعضه كده. والطبق كده اهو عليه كده اهو، وادي الغطا ما شاء الله. هوريكم بقى مراحل الطياب معايا اهو ما شاء الله. هوت ده فات عليه ساعه الا ربع من التسويه
شوفوا ما شاء الله مفرفره اهو. هنزله بقى وابسه كمان مره بحبه لبن صغيرين او حبه ميه وارجعه كمان نص ساعه. خلاص كده اهوت ما شاء الله الكسكسيه اهوت ما شاء الله عسل اهو. شوفوا مفرفر وزي العسل اهو. حبه ميه صغيرين او حبه لبن اهو، ايه تردديه كده اهو بشويه الميه، ردديه كده اهو. الله بقى لما تردديه كده بشويه الميه كده وتسيبيه بقى كمان ايه 10 دقايق بس يشرب حبه الميه ده اهو، وتقومي بقى قافله عليه. هتبصي هتاكلي احلى شويه كسكسي في الدنيا بحل اهو. 10 دقايق بس هيشرب شويه الميه الصغيرين ده اهو، واقوم بقى مفضيه وبحته سمنه بلدي واقوم بسبه وسايباه بقى. وعايزه تاكلي منه مثلا وبعد ما تخلصي تحطيه يبرد وتقوم مكيساه في اكياس لبن وترميه في الفريزر، تطلعي وتسخني جاهز على طول. هوريكم بقى اخر مرحله معانا. وادي بقى الكسكسي بعد ما خلص وطاب وما شاء الله عليه بقى زي العسل اهو ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله على شكله. دي بقى الزبده الفلاحي على اصولها اهي. هتقومي بقى نازله بيها وهو سخن كده عشان تسيح في قلب الايه الطبق كده وهي سخنه، وتقلبيها بس هتسيح بقى وتتشرب. واللي بتاع الكسكس وهو سخن كده هيشربها اهي. ما شاء الله شويه كسكسي بلدي عسل فلاحي من ايد بقى ام ساره، والله العظيم قمر كده عسل. اللي مكلكع دي الزبده اهو، ده اهي الزبده دي لسه هتسيح بقى، وتاكلوا بقى شويه كسكسي ما شاء الله على جماله وعلى حلاوته. جميل كده اهو ما شاء الله على الجمال. شويه كسكسي قمر اهو. تحطوه بقى تاكلوه مع شوربه، مع تعملوه بقى تعملوه سكر ناعم تطحنوه في الخلاط وترشوه عليه بشويه زبيب كده وشويه جوز الهند وتاكليه. ما شاء الله على شويه الكسكسي عسل كده. شوفوا يا ولاد الجمال، شوفوا بص ما شاء الله اهو. حبات رمل والله العظيم. شويه كسكسي عسل كده اهو. شوفوا بقى اهو عسل بألف هنا للي كال واللي شرب واللي شافه. ما شاء الله على الجمال. إذا عجبكم الفيديو وصلتوا معايا لحد هنا يعني بترجاكم يعني تحطوا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامة يا حبايبي.